بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة هنعمل كيكة بالبرتقال. عندنا اللبن اهوت والمكونات بتاعتنا والزيت والسمنة وهنبدأ ان شاء الله نعملها مع بعض. اول حاجة هنكسر البيض والمرق السائل هنحطها ونخلطها على بعض. عليها الكوليسترول والسكر وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا. هنا في الخلاط بقى حطيت اللبن مع السكر مع البرتقال على اساس السكر يدوب خالص في الخلاط، وبعدين هنحط بقى على البيض والدقيق ان شاء الله. البرتقال مبشور، بشرت البرتقال اهو. نجهز دقيق بقى عشان نقسمه ونحطه على مرتين كده. الدقيق عندي هنا نحط نص الكمية وبعدين نص الكمية التانية وكله في الكب. نحط الزيت اهو ونحط معلقتين سمنة كمان عشان تبقى طرية كده وحلوة. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. نحط معلقتين خل عشان الخل بيديها قوام، بينفش كده اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن. احنا حاطين البيكنج باودر على الدقيق. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. بقى ونضرب المكونات مع بعض. وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار. نريح الكبة برضو عشان ايه تقول عليها.
معاكم بقية كمية الدقيق. وخلاص كده يعني الفرن بقى على 180 درجة، وتحط في الرف اللي في النص، وتقعد نص ساعة ان شاء الله. الفرن لازم يكون متولع قبلها، عشان ايه حرارته تبقى كويسة، تبقى داخلة الفرن تنفش على طول، ما تهبطش مننا. هنكمل خلط فيها، وهنرجع تاني نشوفها اما تطلع بإذن الله.